السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل أو مساء العنب. سمعت في يوم عن ثورة العرب على الخلافة؟ طيب تعرف إمتى وإزاي حصل ده؟ طب إيه اللي كان ممكن يحصل لو الثورة دي ما قامتش من الأساس؟ أو لو الخلافة العثمانية نجحت في إخمادها؟ يا أهلا بيكم. النهاردة هنفتح ملف مهم، هنحكي عن أهم أسباب الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين بن علي، أسبابها، أحداثها، نتائجها، وبعدين هنناقش حتة مهمة شوية وهي التاريخ البديل، ونسأل السؤال الجذاب: ماذا لو التاريخ ما حصلش؟ أنا زيموس، ودي حلقة جديدة من برنامج تاريخ ما حصلش. في البداية لازم نبتدي نناقش أسباب الثورة العربية الكبرى. إيه اللي أدى لقيام الثورة دي؟ الثورة دي ما قامتش من فراغ، كان ليها بالتأكيد أسباب كتيرة جدا، بعضها واضح وبعضها خفي تحت السطح. من أهم الأسباب واللي هتيجي في المرتبة رقم 1 هي الإحساس أو ازدياد الإحساس بالقومية العربية. العثمانيين كانوا شايفين في نفسهم إمبراطورية عثمانية إسلامية لكن مش عربية، فبالتالي العرب حسوا إنهم مواطنين درجة تانية تحت حكم الباب العالي، وده الأمر اللي تفاقم بشكل كبير وواضح مع الوقت، خصوصا بعد انقلاب تركيا الفتاة في سنة 1908. وفي ظل حكومة الاتحاد والترقي بنشوف معاداة أكثر وضوحا للقومية العربية ومحاولة لصهرها داخل القومية التركية. تاني الأسباب هيبقى انتشار الظلم والاستبداد. الخلافة العثمانية في أواخر أيامها كانت بعافية شوية، كانت عاملة زي واحد أعرج بيعافر بس علشان يقدر يقف على رجل واحدة. ففي الوقت اللي كانت الخلافة العثمانية اقتربت من الاحتفال بالذكرى 400 لإعلانها، وكانت بالفعل قد تخطت دولة العثمانيين عمر 600 سنة، كان منتشر فيها فساد وظلم طاغي، تتريك، تجنيد إجباري، وضعية في منتهى السوء لدرجة وصلت إن الناس مش لاقية تاكل. ثالثا وده الأهم، الإنجليز. الشريف حسين بن علي تلاقت أطماعه في أنه يكون ملك للعرب وخليفة للمسلمين مع مخاوف الإنجليز من انتصار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، واللي كان ممكن وقتها يحيي فكرة الوحدة الإسلامية من تاني ويهدد وجود الإنجليز في مصر والهند ويمكن آسيا كلها. فقرر أخينا الشريف حسين بن علي أنه يصدق وعود الإنجليز بأنهم هيدعموا إقامة دولة عربية مستقلة لو الثورة قامت. وطبعا الإنجليز معروفين بوعودهم الجميلة اللي زي الزبدة يطلع عليها النهار تسيح. نيجي لأحداث الثورة بدأت في 10 يونيو سنة 1916. يونيو ده شهر يا لطيف يا لطيف. بتبدأ لما الشريف حسين بن علي يعلن الثورة العربية ضد العثمانيين وإطلاق الطلقة الأولى من شباك قصره في مكة. دنيا ولعت، لكن في الحقيقة البداية الفعلية كانت قبل كده شوية، وتحديدا بعد ما اقتنعت بريطانيا بضرورة إنهاك الجيوش العثمانية. فكان 1915 بداية فكرة تحريض أمير مكة الشريف حسين على الثورة على الخلافة العثمانية. ليه الشريف حسين تحديدا؟ ده لأنه شخص من السهل جدا أن يجتمع عليه العرب لكونه من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كمان بسبب علاقته المتوترة جدا بالحكومة العثمانية. بنشوف في 30 أغسطس سنة 1915 رسالة تحريضية من هنري ماكماهون المندوب السامي البريطاني في مصر في إطار مجموعة مراسلات عرفت فيما بعد باسم مراسلات الحسين ماكماهون. بيقول له فيها: إن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخلافة إلى يد عربي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة. لا والله. وفعلا العرب بيتحركوا بقيادة ابن الشريف الحسين الأمير فيصل ابن الحسين ومساعدة لورنس العرب هو كان ضابط مخابرات بريطاني اسمه توماس إدوارد لورنس، القائد الفعلي والعقل المدبر الحقيقي للثورة. وبدأت العمليات ضد العثمانيين في الحجاز. البريطانيين كالعادة كانوا بيلعبوا على الحبلين، بيدعموا العرب بالأسلحة والمساعدات من ناحية، وفي نفس الوقت بيعملوا اتفاقية في منتهى الخطورة من تحت الطاولة مع الفرنساويين والروس، والمعروفة باسم اتفاقية سايكس بيكو، لتقسيم منطقة الهلال الخصيب بعد الحرب. العثمانيين حاولوا يقاوموا، لكن واضح ان الامبراطورية خلاص بتنهار، ودعم بريطانيا كان غير محدود. وده اللي حصل فعلا سنة 1918 لما الثورة انتهت بنجاح جزئي. وفي مارس سنة 1920 أعلن الأمير فيصل بن الحسين أمير سوريا ملكا عليها، وأعلنت المملكة السورية.
وده بعد لقاء تم بينه وبين حييم وايزمان أول رئيس للكيان الصهيوني فيما بعد. طيب خلينا نتكلم عن نتائج الثورة ونشوف ايه اللي حصل بعد الثورة دي. للأسف اللي حصل كان كارثة بالنسبة للعرب. الإنجليز والفرنساويين أكلوا التورتة كلها وقسموا المنطقة بين سايكوس وبيكو. الحلم العربي للأسف تحول لدويلات صغيرة معظمها تحت الانتداب، وفضلت المنطقة لعبة في إيد القوى الاستعمارية. يعني من الآخر الثورة العربية الكبرى كانت بالنسبة للعرب زي اللي حجز شقة في مشروع مدينة السراب وطلع مفيش أرض أصلا. والكارثة الأكبر كانت وعد بلفور في سنة 1917 وبداية الهجرات اليهودية الكبيرة إلى أرض فلسطين اللي وقعت بالفعل تحت الانتداب البريطاني تمهيدا وتسهيلا لتحقيق وعد بلفور فيما بعد. طب خلينا نيجي بقى للجزء المهم جدا. ماذا لو العثمانيين نجحوا في إجهاض الثورة، أو لو الثورة ما قامتش من الأساس؟ إيه اللي كان ممكن يحصل؟ كان ممكن يحصل إن العرب يفضلوا جزء من الإمبراطورية العثمانية، بس هل كان ده هيبقى كويس؟ ممكن جدا الخلافة العثمانية كانت تستمر لفترة أطول وتفضل رمز لوحدة المسلمين. مش بس كده، احنا كنا ممكن نشوفها بتعوض بعض أراضيها اللي خسرتها زي مصر وقبرص. بس في نفس الوقت هل العرب كانوا هيقبلوا بالوضع ده، ولا كان هيحصل نوع تاني من التمرد؟ برضو كان لا سايكوس ولا بيكو. لو الثورة ما قامتش الإنجليز والفرنساويين كانوا أكيد هيلاقوا صعوبة في تقسيم المنطقة. يمكن كان الشرق الأوسط يبقى كيان واحد أكبر وأقوى. بالتأكيد ما كناش هنشوف النبت الشيطاني كمان اللي اتزرع في أرض فلسطين، لكن ده ما يمنعش أن محاولاتهم الخبيثة كانت عمرها ما هتتوقف لحد ما يلاقوا أي ثغرة يدخلوا منها من خلالها في وسطنا. كمان كنا هنشوف مصير مختلف تماما لأوروبا. كان ممكن فشل الثورة العربية في إجهاد العثمانيين يؤدي إلى تركيزهم في جبهات أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى. مش بعيد كنا نشوف تاريخ بديل تماما للحرب العالمية الأولى بانتصار دول المحور ضد الحلفاء في دول ما كانتش هتظهر من الأساس زي تشيكوسلوفاكيا أو بولندا، وما كناش هنشوف معاهدة فرساي اللي كانت قاسية جدا على الألمان وفي النهاية أدت بنودها المجحفة لتحرك هتلر في نهاية الثلاثينات، ونتج عن التحرك ده الحرب العالمية الثانية. هتلر نفسه ممكن ما كانش يظهر لأنه ما فيش مبرر من الأساس لظهوره. ما كانش هيكون في قنبلة ذرية ولا هيروشيما، وكان زمان قوات اليابانيين بتتمشى في شوارع سول في كوريا. كمان كنا هنشوف مستقبل مختلف للعالم الإسلامي. استمرار الخلافة العثمانية كان ممكن يدي للعالم الإسلامي نوع من الوحدة بدل التشتيت اللي حصل بعد كده. في الواقع دروس التاريخ كلها من أيام دولة المسلمين في الأندلس بترنلنا جرس إنذار. مجرد ما هنتقسم عدونا المتربص مش هيرحمنا ولا هيسيبنا في حالنا. الواحد والله بيستغرب لما بيحاول يبذل مجهود في انه يشرح بديهيات منطقية زي ان الاتحاد قوة. دلوقتي واحنا بنتفرج على اللي بيحصل في العالم الإسلامي والعربي، السؤال اللي لازم نسأله هو: هل احنا لسه بندفع ثمن القرارات اللي اتخذت في الوقت ده؟ يعني سايكس بيكو عمرها اكتر من 100 سنة، بس احنا لسه عايشين في ظلالها تحت الأعلام اللي لونها سايكس وبيكو، جوه الحدود اللي رسمها سايكس وبيكو، واحنا معتقدين ان حراسة الخطوط الوهمية اللي ادهلنا الاستعمار الغربي دي واخد مقابلها حريتنا وثرواتنا واجزاء من ارضنا لغاية النهاردة هي منتهى غايتنا وانبل اهدافنا. طب هل الوحدة الاسلامية كان ممكن تتحقق لو العثمانيين فضلوا، ولا العرب كان لازم لهم يكون استقلال؟ وفي النهاية السياسة والتاريخ والجغرافيا هما كيان واحد، ما نقدرش نفصل بعضه عن بعضه. وفكرة التاريخ البديل بتعلمنا شيء مهم جدا، ان كل قرار صغير في الماضي ممكن يغير الحاضر ويمكن المستقبل بالكامل. وطبعا ده بيفتح مجال لنقاشات وافكار ويعلمنا دروس مستفادة، وده اللي احنا عايزينه. اكتبوا لنا في التعليقات، هل شايفين ان الثورة العربية الكبرى كانت خطوة صحيحة؟ وايه رأيكم في السيناريوهات اللي عرضناها النهاردة؟ ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في حلقة جديدة من تاريخ ما حصلش على قناتكم زيموس تي في. سلام.